نجلاء بدر كانت فرحانة واللي ظهرت بيه فاجئ الكل، وأمينة خليل كانت حكايتها حكاية بعد التكريم، واللي عمله أحمد سعد غير الحفلة كلها، ومحمد سعد دخل بستايل غريب، ده غير البودي جارد اللي كانوا محوطينه من الفنانين. أحمد سعد دخل بيجري وما كانش عايز يتكلم مع حد خالص. أحمد داوود لبس البدلة قدام الناس ودخل يجري بطريقة غريبة جدا. حفلة الدير جيست كان فيها تفاصيل كتير جدا، وإسعاد يونس كان حضورها مفاجأة، واللي عملته أنوشكا ودينا فؤاد حكايه. يا ترى ليه امينه خليل ظهرت لوحدها في المهرجان؟ وايه حكايه كندا علوش واللي كانت ماسكاه في ايديها وهي داخله؟ وعمرو يوسف كان موجود ولا لا؟ خليكم معانا في الفيديو ده وهتعرفوا كل اللي حصل في حفله الديرجيست السنه دي، وايه الفساتين والفنانات اللي قلبوا الدنيا في الحفله. حفلة الديرجيست السنة دي كانت مختلفة عن أي سنة، واتجمع فيها كل الحبايب بعد سنين غياب، وكان أولهم بقى محمد سعد اللي دخل الحفلة وهو متحوط بالبودي جارد من كل مكان، ومنعين الكاميرات تقرب منه أو أي حد يجي ناحيته. بس كان مفاجأة محمد سعد إنه لسه محافظ على اللوك بتاعه في فيلم الدشاش، وكمان خس جدا وده بقى باين عليه قوي. وأول لما دخل القاعة سلم على أصحابه وكان في أول الترابيزات اللي موجودة، وأول لما شاف أحمد سعد وهو داخل يغني في الحفلة أخدوا بعض بالحضن، وكان واضح انهم ما شافوش بعض بقالهم كتير. احمد السقا بقى دخل القاعه جري ومرضيش يقف لاي كاميرا من الكاميرات، وشكله كده ما كانش عايز اي حد يفتح معاه كلام في القديم. اسعاد يونس دخلت وهي لابسه بدله سودا مطرزه بالكريستال من الكتاف، لايقه عليها جدا وعلى ستايلها اللي اعتمدته بقالها فتره في اي مناسبه بتظهر فيها. كندا علوش كانت من مفاجآت الحفله، واللي بقى ظاهر عليها الوزن الزياده حبتين، بس كانت في ايديها شال لفت انتباه الناس كلها ليها، وما كانش معاها عمرو يوسف رغم انهم بيظهروا في اغلب الاوقات مع بعض. وكمان اللي جاي من غير مراته احمد داوود، واللي لبس البدله قدام الناس كلها على الريد كاربت، ودخل جري على القاعه من غير ما يتكلم مع حد عشان وصل متاخر. انوشكا بقى كانت لابسه فستان لايق عليها جدا وشفاف من الظهر لحد نصه، بس كان شيك عليها ومش باين. نجلاء بدر كانت مبسوطه في الحفله دي عشان لقت الخاتم اللي عليه ختم النبي اللي كان ضايع منها، ومش بس كده، لا دي كمان كانت لابساه وفرحانه بيه. وفي السنه كان فضي بيلمع من كل جزء فيه، فكانت لافته انتباه كل الموجودين، وكانها بتقول يا ارض تهدم عليكي قدي. بس دينا فؤاد جسمها بقى في منتهى الرشاقه والرياضه باينه عليها على الاخر، وبعد انتصار ما قلبت الدنيا بكلامها الايام اللي فاتت ظهرت في حفله الديرجيست وهي كامل اناقتها، وستايل شعرها كان مختلف عن قبل كده، والكل كان بيجري عشان يتصور معاها ويبقى قريب منها، وبالذات اللي اشتغلوا معاها وحبتهم. امينه خليل ظهرت بعد تكريمها من يومين، وبرده جوزها ما كانش موجود معاها، وشكله كده فاصل نفسه عن حياتها الخاصه تماما. انتوا بقى ايه اكتر حاجه لفتت انتباهكم في الحفله دي، وايه رايكم فيها؟